افضل معامل السايبر سيكيورتي في ماليزيا، جامعه APU، الجامعه رقم 1 في السايبر سيكيورتي على مستوى ماليزيا. اللاب بتاع السايبر سيكيورتي في APU مجهزه على اعلى مستوى. يعني مثلا احنا لو بصينا ورانا هنا، ده سوفت وير اسمه بيت ديفندر. بيت ديفندر بيت ديفندر دي شركه بتعمل مابينج للهجمات، فكل الاحصائيات اللي ورانا دي هي ريل تايم مابينج، يعني بيعملوا ريبورتات عن الهجمات اللي بتحصل حول العالم. فمثلا احنا شايفين ان ده نوع الاتاك، يعني مثلا في اتاك، في انفكشن، في سبام، كل دي حاجات حصلت فعلا. وكمان اللوكيشن بتاع الاتاك، يعني بص في هنا السعوديه مثلا، التارجت كونتري، يعني الاتاك بتبدا منين وبتخلص فين، الهجمه مين اللي بيعمل الهجمه ومين اللي بيتهجم عليه، فين البلد بتاع ده وفين البلد بتاع ده. كل دي لوكيشنات، كل دي احصائيات. يعني مثلا مكتوب هنا اول 3 دول بيبدا منها الهجمه، يعني الهجمه بتبدا من امريكا اكتر دوله، تاني اكتر دوله المانيا، تالت اكتر دوله اوستريا. ال3 دول بقى اللي الهجمات بتروح لهم. فاكتر دوله بيحصل عليها هجمات هي بريطانيا، تاني اكتر دوله الهند، وتالت اكتر دوله امريكا. فامريكا هي اكتر دوله بيبدا منها الهجمات، وتالت اكتر دوله بيجي لها هجمات. برضو دول اكتر هجمتين بيحصلوا، اكتر نوع هجمات بتحصل، الانتروجن والمالوير. كمان دي اهم حاجه بقى لكل السايبر سيكيورتي ستودنتس اللي بيدرسوا هنا، في بورتال كامل، ده يعني زي ويب سايت كده الجامعه عاملاه عليك كل حاجه تخص السايبر سيكيورتي كورس. فانت عشان لو انت طالب وجاي مثلا بتدرس هنا مواد معينه، في سيناريوهات بتتدرب عليها، بتبدا من الليفل اللي هو السهل، وبعدين ليفل متوسط، وبعدين ليفل صعب، حسب انت في سنه كام. سنه اولى بتكون الليفل السهل، سنه ثانيه بتكون الليفل المتوسط، وسنه ثالثه بتخش في الليفل الصعب. كانك بتاخد كورس اونلاين، لكن معاك دكتور في الجامعه وقاعد بيشرح لك كل حاجه. لو عندك اي سؤال، لو عندك اي استفسار، بيشرح لك اللي انت محتاجه. الليفل السهل والمتوسط بيكون فيه جايد، بيكون فيه زي خطوات كده تمشي عليها عشان تعرف تحل السيناريو. الليفل الصعب بقى لما تخش سنه ثالثه مفيش الخطوات دي، انت المفروض بتحلها في وقتك الشخصي. وكمان بيكون مكتوب على كل سيناريو المده بتاعته. يعني مثلا في السيناريو ده الصعوبه بتاعته ان هو مكتوب ايزي، يعني سهل، ومدته ساعه، فهو المفروض بيخلص في ساعه، وده المفروض ان هو والليفل بتاعه ايزي، فده بتاع سنه اولى، ده ليفل سهل. السيناريو ده سهل. كل اللي جنب بعض دول هتلاقيهم سهلين. لو نزلنا تحت شويه هنلاقي السيناريو ده مثلا متوسط، مدته برده ساعه. فالسهل والمتوسط زي ما قلت لكم بيكون في خطوات انك تقدر تمشي عليها. لو نزلنا ودورنا شويه على الصعب زي ده مثلا، يعني مثلا ده ساعتين والليفل بتاعه ان هو صعب، لو دخلنا عليه هتلاقي ان مفيش خطوات، انت محتاج تلاقي الحل بنفسك وتنفذه بنفسك بالكامل. طبعا الدكتور ممكن يساعدك، بس كل طالب بيكون ليه عدد معين من الموديولات دي وعدد معين من السيناريوهات دي لازم يكملها عشان ينجح في الماده او عشان ينجح في الكورس بتاعه. كمان اللاب اللي احنا فيها دي هي اللاب بتاعه الاتاك، بس برضه يقدروا يعملوا فيها ديفنس، ولكن في لاب تانية مخصصه بس للدفاع، اللي هي دفاع عن الهجمات. اللاب دي فيها عدد ساعات معين تكمله، 50 ساعه، بتاخد شهاده من البارتنر بتاع APU، وبتقدر بالشهاده دي تقول للناس يا جماعه كانك انت خدت كورس اونلاين. بس يا جماعه انا سيرتيفايد ان انا مخلص 50 ساعه موديولز ديفنس، فانا متخصص في المجال ده، او انا عارف كل حاجه تخص المجال ده. فمثلا لو انت بتقدم على انترنشيب او بتقدم على شغل، الشهاده دي طبعا بتديك دفعه كبيره جدا. كمان في حاجه مميزه جدا في اللاب الثانيه بتاعه الدفاع، ان في فاير وول، والطلبه اللي بتكون قاعدين هناك بيتابعوا الفاير وول بتاع الجامعه. يعني لو حصل اي هجمات على الجامعه، لو حصل اي حاجه، هم اللي بيتابعوها، الطالب هو اللي بيتابعها وبيعمل ريبورت عنها وبيشوف اللوجات وكل ده، وبيقدم ريبورت للديفيجن بقى بتاع الجامعه.
فانت لو طالب في اي بي يو، طالب سايبر سيكيورتي في اي بي يو، وبتستخدم اللاب بتاع الدفاع، فبتتابع الفاير وولز، ولو حصل اي هجمه على الجامعه او حاجه بتتابع اللوجات وبتنفذ الريبورت، وبتعمل الريبورت وبتديه للناس اللي اعلى منك بقى، اللي هم شغالين فعلا في الجامعه، النتورك ادمن، الحاجات دي كلها، ويبداوا هم بقى يعالجوا الهجمه. بس انت بتكون خط الدفاع الاول، بتشوف الهجمه بتحصل وبتعمل عليها ريبورت، بتشوف الهجمه جايه منين، الهجمه دي بتحاول تعمل ايه، وتدي ريبورت مفصل للناس اللي اعلى منك، للسوبيريورز اللي شغالين فعلا هنا في الجامعه. فدي طبعا حاجه بتديك الاحساس بتاع الشغل وبتاع مجال العمل من غير ما تضطر تعمل انترنشيب ولا اي حاجه من قبل ما تعمل انترنشيب. فطبعا طلاب اي بي يو بيبقى الشركات اسهل لهم انها توظفهم، اسهل لهم ان هم ينزلوهم تدريب وكده، لانهم مش هيتعبوا معاهم، هم اصلا عارفين كل حاجه من المعمل هنا من قلب الجامعه من غير اي تدريبات.